أيام للقناني وخيس قويا سدي رخصاني قد إجن ثم نهى عنها إيغا سيرا دور كجن رواه مسلم. حديث عن مسلم وديسه. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي ندور كجن عن المتعة للقناني سرا عام خيبر خيبر بكجن قافدو لندور كي أما يسين تنترى دور كمتي حلال قدمتي أما ديبتي دور كمتي جيشو متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قال الإمام النووي الصحيح المختار أن تحريم المتعة وإباحتها حرامنا متعة في حلالنا نسيلا كانا مرتين غافلما وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس قويا فتح مكة قجن قويا أوطاس لاتصال ما أوطاسي في مكة ولما تنن ثم حرمت بعد 3 أيام إيجا قويا سدين أمني اتقناني أني لا وجه جراتني تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة حرامنا زلالم hanga guyyaa qiyaamaatti haram godhe jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل يوم الخيبرة قرين ما كنجا حلالنا متعاداتني وان كيبران درا قبطي فمت جيشون بقوا والتحريم يوم خيبرة للتعبيد حرامنا قويا خيبرة رسول يرام قدن زلالمنا دافي زلالمي في وأن الذي كان يوم فتح مكة حرامنا قويا فتح مكة مجرد توكيد التحريم من خير تقديم إباحته يوم الفتح لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك فلا يجوز إسقاطها ولا مانع يمنع من تكرار الإباحة تناف قويا لما يسين أما guyyaa fatii makkaatiin dura hin jirtu guyyaa sun ammoo guyyaa halaal godhaniiti deebanii maas haraam godhan jechu eeganaa guyyaa Khaybaraati haraam godhamtee qaceellotti achi booda ganaa nam tokko akkatti hin deebine jan jechu aya wal dura jiran gariin akkas kajeus ni jira waluma keessatti wal dhabanii bar ammoo ولا يعارض ما روي عن بعض الصحابة أنهم ثبتوا على المتعة في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته إلى آخر أيام عمر خجول فإن من علم النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم نما بيخوت عن بين حجادة واستمرار من استمر عليها إنما كان لعدم علم بالناسخ warreen hanga zaman Umar itti jiran kana diisni dubbate warra shaaramiin sadii isaan dhagayni sun janna jecha آية. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مطاعة النساء دوب رسول الله كان سراني دور كجان وعن أكل الحمر الأهلية أري من ما قلت نياتشو رأيلني دور كي يوم خيبر ويا خيبر أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سمرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم أما قا خيبر قجن خيبرات درا فتي مكة بودا أما حرامنا قيا خيبراسون حرامنا جبدو خيبر درا حلالي قيا فتي مكة سنما جبيسو تديب جنان قيا فتي مكة حرامنا قيا مكة مجرد تأكيد التحريم من خير تقديم إباحة يوم الفتح حرامين مدر أنقول أنسوني اتديبني جبيسن جيجو قيا فتي مكة للا
إني كنت أذنت لكم أندوبا خيسني فيما قدنت بالاستمتاع من النساء تلقنني وخيستي وإن الله رب قد حرم ذلك إلى يوم القيامة تلقنني أوتنا مدة دللا فودني جارتي قدچو سونتيني قيوم سدي برا بلاني برادي مرابيخ دوبا ربين كان آرام قدنگا قيا قياماتي فمن كان عنده منهن نمني إسا براتي منهن دلا تنرى شيء نمني توكو إسا براتي فليخل سبيلها هاقل لك سوجان جيچو نبين ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وانسي خنتن الرئيس واتكم فراتنا جنجيچو أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي ني أبارا المحللة نما محلل دلقو فيه والمحلل له كسون كيسا دلق موس محللا نما جارتي خمتتكو علانين سيقو لجين نما نخاقو للا deebanii guyyaa tokko fila maggoonni bira wala jaarsa duraa kana deebisan duuba nama akkas dalaguu fi akkasum ka isaa dalagamuus rachuutu rasuulini abaaranii amma naahiin abaarsa tokko gundoyte maasiyaa guddoodha taati jechu dhoorkaadha jechu kas dalaguu lala رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي جان لا ينكح الزاني نمني زنا دلقو المجلود أم بيك من فور جان إلا مثله نمك ساس مليلا رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات أكن جيتشو معنا نساء نمني زنا دلقو نمك سافر دا قصدادا نما نجيا تقنين فور جين قصدو نمني نجيا إسال نيرو مجيتشو أمو يو توبته خبير وتي يو فور بنو دنديا دور كامتي أما ناين تقاو لا ينكي الزانين نمني زنا دلقو المجلودون المشهور جيتشو بكما خنتين نمك سافوران نمك ساملين فورين اسمتا يوخانو نمني زنا دلقو خم بكمي نمك سافورا قصدا أجتو مانان رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وعن عائشة رضي الله عنها قالت أما ناهينتو أما مال جيتشو دبينكم مالوخن أن المراد بالحديث هو تشريع الزنا وأنه لا يقع من رجل أفيف على امرأة أفيفة وإنما يقع من رجل عادته الزنا على امرأة مثله لا ما لرسول الله خيسا ونبر بعدن فكسوا زنادات زنان نما نجيار نركمو انت لا نجيار نما آدان سادرانو زنا فقطا خدي لا فقطو كثير أركمادا نمني فقطا نما فقطا دفورو قصد ملي نما نجيانين فورجين قصدو وجيشو طلق رجل امرأته ثلاثا دوبا نمي توكو جارتي ساسا ديني خجان فتزوجها رجل نمني توكو نفوده ثم طلقها قسيني خي قبل أن يدخل بها وصو وجين قاليني أما قاديسني ريبوتي بي وحرم ذلك على المؤمنين جرب آتس كيست وهذا دليل سريع على تحريم الزانية حتى تتوب وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب أما انت لشرموتتي بديد ليدي جيشون بيتو على قلتو تكسيفون حرامي جيشو هنگا اسين توبتت نمكسي خالق الويرمونيس وصوبي خنين ميشيقون نما بالغي هيرمون حرام چلا دا جيشو وربين قويا برورا نما غافتو يون الرادي بملي لا جيشو نوخن دينيني في آية قرآن سن وكتكت قبل ثم طلق يجنا يخي قبل يدخل بها وزوجين قالني فأراد زوجها الأول جارسيسي خدراس نفد أن يتزوجها سيس فودو فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك دوب رسول خنا راني غافتمن فقال لا هنجر جنبين
حتى يذوق الآخر hanga haboodaan annamutti من عسيلتها himaa isii irraa ما ذاق الأول waan ka duraa dhandhame lala. Amma namni tokko fuudhee niyyaa isaafin halaal godhaatiin osoo hin tahin fuudhuma dhugaa fuudhe osoo wajjin galin hiike jaarsa duraatii deebuu hin dandeessu jechuudha. Yoo jaarsi boodaa wajjin gale malee. Rabbiitu subhaanahu wa ta'aalaa فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما خن نخابا إنا نما يخمه نخابا إنا يورجي يتمو تقوم سيخ جي أسيدان دمي نخافي ماري آري أنفور ندنتها إيكا نساس با إنا يوتاتي با إنا نغسشن قبدي هنگا جار سبيرو نيا إساف حلال غوناتي نصون تهين نيو مخاني فودي wajjin galee inni sunii hutti jaarsa duraati deebuun dandeessu jechuudha. Jaarsi duraa hogguudha jaarsa sunii kee ni haariyaan fuudha maarii haariyaan jechuudha. آية متفق عليه واللفظ لمسلم آية باب الكفاءة والخيار بابا كانوا الكتم ما في خيارا وتدبتني نمني شوفوا والكتتو أما خياري مرتنا نجراجو. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوبر جمع ربي كجان العرب بعضهم عربني قرين ثاني أكفاء بعض قريت جن والموالي بعضهم أكفاء بعض قرين قرين ثاني كتة قريت جن إلا حائكا شماني ملي أو حجاما نما خوب ملي شماني وجوجن نموچو لو جچو سلالي جچو أما خن سلا جرخان إن كتة متجن خن نادين خن تيف جنان. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسمى سند حديث غنا غير راوي مكان سان تبت من الجرا واستنكره أبو حاتم منكر جين جن وله شاهد عند البزار وقالات بزار بلا إسافته عن معاذ بن جبل بسند منقطع ولما قالت ودين ضعيف لا يتج به جنان. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيين قال لها فاطمة نكجنين انكحي أسامة أسامة هيرمي جنين اسم بلسة أسامة كن قبر لالا نمني إسلامنا كبانن شفتك التيرة جيتو وننوخنو أنا سياديزني رواه مسلم مسلمي تو ديسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية يا بني بيادة يالمن بيادة انكحوا أبا هند أبا هندي بدبر خيسان كنا وانكحوا إليه وانكحوا منه إسر إلي فودا أكنا جنين وكان هجاما إنه نما خوبو تجلل لما دلقان نمن تكيسي تجيجو نمني شنيدان إلمان نما تانا والكتاجي جوني راركن. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد سند سيئتين جيجو. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة جاني مرتجي ممتجت على زوجها جار سسيرتي حين اعتقت أقول بلسومته. متفق عليه في حديث طويل. أما قام خيار خنوني جرادا انت لون تكيو بلسومته جار سيسي قبرته فيتو برتاو فيتو برادي مقبديرا. متفق عليه في حديث طويل. حديث ديرا خيستي ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان جار عبدا سيسي سن قبرته جت. وفي رواية عنها روايات كتم كان حرا بلسته والأول أثبت قبرته جتو الرجب دولجان أجرب الله. وصح عن ابن عباس عبد الله المباس الراسبته عند البخاري بخاري برتي أنه كان عبدا قبرته قبر جارسي سن قبرته يجو سبته جان روايان تنات الرجب دولا يجو. شوف الله.